السما هو الاله رمسيس الكابتن زيزو طالعين بالسما عمال يتخانق كل شويه مع الحكام بيقلد لي كابتن حسام حسن. الفضيحه الكبرى بقى، الفضيحه الكبرى بتاعت السنين بصراحه. الجول التاني ضربة الجزاء بتاعت النادي الزمالك دخلت، ولكن كالعاده وهذا لا يحدث الا في مصر في الكره العقيمه. الكره دخلت وفي التلفزيون والدنيا كلها شافتها في القعده، الكره دخلت طقم الحلل وطقم الفار ما حسبهاش. خلى جمهور الزمالك بقى عمال يسب الدين 100 دين، استغفر الله العظيم يا رب، كفرهم. الفار حرق دم الزملكاويه، قاعد يسب 100 دين كل شويه. ده مش طقم فار، ده طقم حلل، طقم اصنام، طقم اصنام. خلى جمهور الزمالك عند الله اللي كان دخل الحمام ساب الحمام بتاعه عشان يشوف ضربة الجزاء في الاخر ما دخلتش. شفت الهبل اللي احنا فيه؟ شفت الهبل اللي احنا فيه؟ بصراحة الكابتن علي ماهر عامل تكتيك حلو قوي مع النادي المصري، انا ما شفتوش بصراحة. ولكن جميز اللي جايبينه من اخر الدنيا من اوروبا دوت بيشيل الزمالك 2-1. علي غريبة كل شوية عمال يتخانق مع الحكم وكان هيمسك في دقيقة. انا اول مرة اشوف يعني حكم يعني مدرب من اوروبا يمسك في الحكم في مصر. ده ايه التخلف اللي احنا بنشوفه؟